اسباب ان الحرق بيتاثر وبيكاد يكون منعدم، الميتابوليزم عندنا بيكون واقف. في ناس تقول لك انا كنت ابدا الدايت من هنا اخس على طول، بس اقول يا دايت تلاقيني تاني يوم بخس، وفجاه الحرق ما بيتحركش ما بيتحركش ما بيتحركش. فبيبدا هنا الهيلث كوتش والنيوتريشنست اللي بيتابع معاك بيبدا يشك او تشك في فكره وجود مقاومه الانسولين، لخبطه الهرمونز عموما، مثلا مشاكل زي البي سي اوز او تكيسات المبايض. كل الحاجات دي لازم نبدا نانفستيجيت، نعمل تحاليلها، نتابع مع الدكتور عشان نوصل هي عندنا او لا، ولو موجوده لازم نتم ان احنا نتابعها كويس جدا، والا بيبقى الدايت زي قلته، ورقه الدايت ساعتها ما بتعملش اي حاجه. برضو من اسباب ان الحرق بيقف انه مثلا نقص فيتامين زي بيأثر جدا على الميتابوليزم، لخبطه النوم، التعرض للتوتر ودون التأقلم مع التوتر، ازاي هتعامل مع هذا التوتر. كل دي حاجات بيتابعها معاك الهيلث كوتش والنيوتريشنست علشان نوصل لحل انه بنساعد على كل حاجه بتساعد على زياده الحرق. واكون بضحك عليكم لو اقول لكم ان فوق ال 30 الدايت لوحده بيكون كافي. فوق ال 30 لازم ساعتها بيكون في رياضه، ما بنحبش الرياضه بنتابع تحاليلنا كويس قوي، بنزود الحاجات اللي بتزود الحرق، زي مثلا نشرب ماتشا، نتحرك، نافويد السيدنتري لايف ستايل. يعني فكره القعده على الكنبه او على المكتب دي سيئه جدا جدا جدا، نقوم نجيب الميه لنفسنا بدل ما نطلبها من حد. الحاجات دي كلها بتفرق جدا جدا. وطبعا الاكلات اللي بتساعد والمشروبات على الحرق، ولكن هي مش النتيجه الفعاله قوي، يعني زي مثلا الشاي الاخضر، الماتشا، بس لوحدها طبعا غير كافيه اطلاقا. شرب الميه مهم جدا لزياده الحرق. كل دي حاجات لازم نفكر فيها لو لقينا الحرق عندنا واقف قد ايه الموضوع ده مهم. صدقوني متابعه كل الحاجات دي مهمه، وعلشان كده النيوتريشنست والهيلث كوتش ما بقوش ابدا رفاهيه، هو بيبقى حد يور بارتنر في الهيلثي لايف ستايل او التغلب على الويت كنترول، الحياه الصحيه عموما، الويلنس. كل ده مهم جدا ان احنا بنروح للدكتور ده، انه زي ما بتروحي للكوافير، زي ما بتروح للحلاق، كل الحاجات دي زياره الدكتور ده مهمه جدا جدا جدا. وفي طرق طبيعيه كتير جدا لزياده الحرق. ولو خلاص مفيش نتيجه مع كل الحاجات دي بنبدا نلجا لوسائل زي الدواء او حقن التخسيس. كل دي حاجات بتزود الحرق، ولكن المتابعه وان احنا ما نستخسرش في نفسنا لا فلوس ولا وقت، لانه your partner in the wellness ده من اهم البارتنرز المفروض يكونوا موجودين في حياتكم.